جبت لك البديل ديال الحريرة في رمضان. شوربة العدس الأحمر سهلة واقتصادية اللي غتعجبك من أول معلقة، وصفة مغذية وخفيفة على المعدة، مثالية الفطور، كتحضر بمكونات بسيطة ومتواجدة في كل دار. إلا كنتي كتقلبي على شي شوربة تكون مختلفة وسريعة وصحية جامعة كل شي، فجربي ليا هاد السوب اللي قوام ديالها كريمي بدون تعقيدات، والأهم أنها صحية. وصفة جد رائعة كتستحق التجربة، أكيد غتنال الاستحسان ديالكم، فتبعوا معايا حتى الآخر. بالنسبة للمكونات، المكون الرئيسي هو العدس الأحمر، الكمية نتوما اللي كتحكموا فيها على حساب أفراد الأسرة، واحد البصيلة اللي كتكون مشلضة، بطاطا اللي كنقطعها هكا مربعات، ممكن تستعملوا وحده حتى لجوج صغار، خيزوه وحده، زيت الزيتون، شويه ديال الفلفل الاحمر، فلفل اسود، الملحه وجوج دريسات ديال الثومه. فهادو هما المكونات ديال لاصوب ديالنا. في مقيله اولا في كاسرونه ولا في اي حاجه غطيبوا فيها لاصوب ديالكم، كندير واحد المعلقه صغيره ديال الزبده وزيت الزيتون. بالنسبه للزبده الا كانت عندكم نوعيه جيده استعملوها، باش هكا ما تضيعش لكم لاصوب ديالكم، ما تبقاش صحيه. ما كانتش عندكم الزبده نوعيه جيده فاستغنوا عليها، اكتفيوا غير بالزيت البلديه فقط. فهاديك المارميط غندير بصيله مشلضه والبطاطا وخيزو، غنشحرهم مزيان. اي سوب بغيتوها تجيكم لذيذه وتنجح معاكم تشحر. شحري ليا جميع المكونات وخليو ديك الخضره ديالكم تطلق ديك الماء ديالها وتطلق ديك المذاقات ديالها ويتجانسوا مع بعضياتهم، فكونوا اكيدين ان الوصفه ديال اي سوب غتنجح معاكم. شوفوا معايا ديك المريقه ديالها كيفاش ولات، كنشحرها مزيان. من بعد غنزيد عليهم هذاك الكميه ديال العدس الاحمر، طبعا نكون غسلته وسقطرته من قبل، حتى هو نحاولوا نخرجوا ديك المنافع اللي كاينين فيه. غنشحروا مزيان مع داك المكونات، ضروري من هذه المرحله. صافي كنبقى نحرك بحال هكا حتى هذيك الخضيره ديالنا كامله كتشحر. دابا غنمرقها غير واحد شويه، تقريبا واحد 4 كاس ديال الماء، غير باش هذيك الخضيره ما كتبقاش تلصق. وحاولوا ما امكن ان منين ديروا الماء يكون دافي اول حاجه، باش هكا الا درتوه بارد ما يخسرش لكم الخضيره ديالكم. وما ديروهش فوق من الخضره ديالكم، حاولوا ديروه في شي بلاصه اللي كتكون خاويه باش ما كتبسلوش هذاك مثلا البطاطا لا خويتو فوق منها ولا خيزو ولا اي حاجه. صافي من بعد ما كتشحر وكل شيء كيتجانس مع بعضياتهم، دابا غنضيف هذوك التوابل اللي ذكرت معكم من قبل. بالنسبه للثومه بلا ما تطحنوها بلا ما تحكوها بلا والو، خليوها هكاك حيت لاصوب في الاخير غنطحنوها. كنلبس هذيك التوابل حتى هي مع بعضياتهم. دابا كنمرق المرق الكافي اللي غطيب فيه هاد لاصوب. كيف ما قلت لكم الماء اللي غيكون دافي، ماشي بارد بزاف وما يكونش سخون، مهم دافي. قياس اللي غتغطى فيه هذيك الخضيره فقط. نحاول انني نهبط هذوك الجوانب. صافي كنغطي عليها وكنخليها طيب على نار مهيله، راه ما كتاخدش الوقت كاع، خليوها حتى الدقيقه 90 ووجدوها حيت فعلا دغيا كتوجد. باش غتعرفوها طابت كتقلبوا هذاك الخيزو، مع العلم انني راه مقطعاهم صغار باش كيطيبوا في دقه واحده. صافي كتشوفوا دخلوا الطياب اولا راه طاب اصلا، كطفيو عليها كتخليوها حتى كتبرد. الا عندكم بغا ميكسور فطحنوها مباشره، ما عندكمش ديروا غير الخلاط
الكهربائي وطحنوها تتكون دافيه طبعا. في هذه المرحله هنا مازال ما توقفناش ومازال ما كملناش لاصوب، فغتعاودوا تضيفوها في نفس الكاسرونه اللي طيبتوا فيها، وغتحاولوا تعاودوا تقليوها مره اخرى عاوتاني باش هكا كتزيد توقف وكتشد في راسها. غير واحد 2 دقائق هكاك ولا 3 ما غتعطلش معاكم. ديك الساعه ذوقوا ليها الا خاصها الملحه فزيدوها ليها باش تزيدوها واحد اللمسه كانكم جالسين في شي غيستو. ديروا واحد المعلقه ديال الزبده، طبعا الزبده اللي كتكون نوعيه جيده كنأكد عليها باش هكا ما كتخسرش لكم المذاق. واحد المعلقه ديال الفلفل الاحمر كنقليهم هكا واحد شويه، كنديرها على شكل منظر من الفوق كيف ما كتقدم في لي غيستو بهذا الشكل هذا. وصفه فعلا رائعه، بديل صحي، شوربه كتستحق التجربه، غتنفعكم بزاف في الفطور، مغذيه صحيه وخفيفه على المعده. وصفه سريعه كيف ما شفتوا، المكونات جد بسيطه، وهكا كتعطيو لوليداتكم وحتى نتوما كتناولوا لشي حاجه اللي كتكون فعلا غنيه بزاف. قوام ديالها كيجي كريمي بلا تعقيدات وسهله. الوصفه ديال اليوم كانت هي هذه، كنتمنى انني نكون نلت الاستحسان ديالكم. وإلا بغيتوا الوصفات بحال هكا يكونوا البديل ديال الحريره، حيت الاكثريه كيدير غير الحريره في رمضان. الا بغيتونا نعطيكم افكار اخرى في سوب او لا اي شوربه بغيتوني نوجدها معاكم، فخليوها ليا في التعاليق، واكيد انا عند الاشاره ديالكم ونوجدوها مع بعض. وعلاش لا، دائما ما كل حاجه سهله وطبعا تكون لذيذه، ولا كانت صحيه غتكون احسن. كانت هذه هي وصفتنا ديال اليوم، كتستحق فعلا التجربه. الا جربتوها غتنال الاستحسان ديالكم. ما تبخلوش عليا بالتعاليق الا جربتوها وتقولوا لي كيفاش جاتكم. بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش هكا تعم الفائده. الى اللقاء، نتلاقاو في وصفه جايه ان شاء الله. شكرا على كاع التعاليق والمشاهده القبليه.